متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار ونسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سند وجوهنا لسجود لا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلمنا وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر في أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. ينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك
أصفى رب السماء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. طبيبي وعليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا. فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق. يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق. يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق.
اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانها الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب
نصيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من ولا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لهضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله. هو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه وسلم. من الإيمان قواعده وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والملي عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وابرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال. صلاة يسيره المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه وينتبه بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وحبه
ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانخلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ويرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. إن كانت الأسر لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوير ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بمن يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن
للإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان مولانا غفرت كل خطيئات وكذا ذنوبي إلا مشركا مولانا غفرت كل خطيئات وكذا ذنوبي إلا مشركا مثلها مشرك بك سيئات فاغفر الذنوب لا عين رآت فاغفر الذنوب لا عين رآت
وعد الواصل بجنان إن أهدى أبوي حبانا من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا وعد الواصل بجنان إن أهدى أبوي حنانا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين صلى الله عليه عرف الكون السلام من إمام المرسلين الله عليه إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا ظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبوي حنانا زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبوي حنانا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين صلى الله عليه عرف الكون السلام من إمام المرسلين الله عليه إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا ظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين
صل وسلم وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وهم التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وحشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن ذلك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسمع يمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيل العبارة مولة بكمال البشارة. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه السنوات متضمحة بذل الفرح بملاقات أشرف البريات وبروز إلى عالم الدهور بعد تنكره في البطون والدور. صلى الله عليه وجود بهجة
التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود. صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومن الأمور من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. بسم الله. بكرم رسول الله حضر رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرا واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
بساد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجلغنا بجاهه جد وبلغ مقصد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريمي النار وحمينا وكريمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفيع أن له شرفا على مجده وسما. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. الله ومع عليه. بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت شفاء فضى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم البسته وادعته فلم انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشاريرة عن يميني. صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. صلى الله فأسفر عليه. ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشاررة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. صلى الله قالت عليه. فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عليه. عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله والحمد لله
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farda'u qalu ya Rasulullah qala hilakud dzikir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati kebun-kebunan surga maka mampirlah. Maka qalu, para sahabat berkata, wa ma riyadul jannah Rasulullah, apa kebunan surga wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, hilakut zikir, zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Maulid Nabi, zikiran adalah kebunan-kebunan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kula kali panjenengan termasuk kita sekarang ada di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Luqman al-Hakim alaihi salam qala li ibnihi, ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa inna Allah la yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil arda al mayyit biwabil qatar atau biwabil matar. Hendaknya kalian duduk dengan para ulama dan mendengarkan perkataan daripada ahli hikmah, karena sesungguhnya hati itu akan hidup jika mendengarkan perkataan ahli hikmah. Sebagaimana tanah yang tandus, tanah yang kering ketika turun hujan akan menjadi indah dan menjadi nikmat. Jadi hati ini kalau tidak pernah mendengar nasihat, maka hati ini akan kering. Hati ini kalau tidak duduk dengan orang yang soleh, maka hati ini akan kering. Panjenengan lungguh tok ae kenal karo wong soleh itu sudah, hati itu sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang lah ndelok Habib Umar bin Hafid kok kudu nangis sampean, itu berarti menandakan orang itu adalah orang yang istimewa. Lah ndelok kula kudu guyu sampean, berarti gak wali blas, wali daya ya. Nah itulah. Mbah Jasim itu, Kiai Jasim bin Ki Nur Salim, ya. Mbah Jasim nika bilen ki kene, ki, ajak Mas Mama dia, ajak Mas Mama ki kene bilen, kanca bica kanca, area cokoco bica kancan, Mas, jaluk duit neng aba, waran gaya tuku, amit, gaya tuku noksen, apa noksen, senuk. Nah, senuk ya. Hari oneng kebir ya nggih. Mas Jasim kene tak ngerti, berangkat dak Mbak Nur Salim. Bah, aku njaluk duweke gawe tuku noksen. Katanya Mbak Nur Salim, "Iki duit, iki lho nak. Tuku ya gak apa-apa." Apa noksen? Permen apa? Jajan apa dulinan noksen dia. Tuh Mbah Nur Salim dia sing sepuh ndak ngerti urusan sing elek, Pak. Mbah Jasim mungkin tidak tahu karena masih kecil. Mbah Nur Salim yang sudah tua, yang sudah umur, urusan sing elek, barang sing elek gak tahu ngrungokno. Ini berarti menunjukkan bahwa Mbah Nur Salim, Mbah Jasim ini ndak tahu kumpul kecuali kumpul wong apik. Oleh semakin tanya bisa sampean, apalnya mana kitab? Tak apal. Oh siapa sing ngarang Riyadhus Shalihin? Tak tahu, Beb. Mau nyaman atau togel apal gole, Beb. Mon bede tretes apal gole. Wong gole dia termasuk kiaina tretes, Beb. Nah, ini berarti menunjukkan kita ini tidak sering duduk kepada orang yang soleh, sedangkan mereka adalah orang-orang yang duduk kepada orang-orang yang soleh.
Wong lek wis kadung cinta, Pak, lali kabeh, Pak. Lungguh tok seneng, lungguh delok wong soleh lungguh tok seneng. Katanya Habib Ali Habsyi, kalau aku sakit, mon kau nikah sakit, satu ceritanya guru saya sebutkan, saya akan sembuh. Diceritakan guru ini namanya Habib Bakar Al-Idrus, Habib Bakar Al-Attas, diceritakan gurunya tok langsung sembuh Habib Ali Habsyi. Saking cintanya kepada gurunya. Makanya duduk dengan orang soleh itu adalah kenikmatan. Mbak Anwar Lirboyo sing wingi viral. Nah, dia ngelama orang dia mana nggih. Mbak Anwar Lirboyo itu baca kitab jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12. Mulai jam itu Mbak Anwar, Pak. Iku 6 jam sampai 5 jam baca kitab gak kerasa. Sepuh posisi umur 70, umur 80 mungkin. 5 jam sampai 6 jam baca kitab tak terasa. Ayo semakin di kantor ya. Sanggup sampai jam 11 bengi. Dia senggeliseng sampai tak sanggup dia. Bilen abid tak mare-mare dia. Kok bisa mereka ini kayak gitu? Karena mereka mempunyai hati yang bersih. Nah, ayo kita duduk di tempat ini, niatkan untuk duduk kepada orang-orang yang soleh. Niat untuk duduk, niat baca maulid Habsyi. Duduk untuk niat baca maulidnya Rasulullah SAW. Sambil jalan sampai niat, ya Allah, kalau istiqomah lenggah teng majlis mriki, ya Allah, mudah-mudahan aku jadi anak yang soleh. Sambil diniati, ya Allah, saya istiqomah hadir Kemis malam Jumat, ya Allah, Kemis sore saya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ojo pokok teko muli oleh kopi alhamdulillah, ndak oleh ya wis. Jangan, niatkan mulai dari rumah, niatkan niat yang baik supaya nanti kita panen yang baik. Alaika bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian sering duduk dengan para ulama. Wasma' kalamal hukama. Dengarkan perkataan orang-orang ahli hikmah. Insyaallah menjadi majlis yang barakah. Mudah-mudahan duduk kita di sore hari ini mudah-mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Rasulullah SAW dengan pandangan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit nambahi perkataan Imam Luqman Al-Hakim, ya bunayya jalisil ulama wasma ahlil hukama. Kenapa dikatakan jalis? Kok disuruh duduk? Karena dengan duduk ini kita mendapatkan semuanya. Kalau cuma mendengar belum tentu mendapatkan ilmu, atau melihat belum tentu mendapatkan ilmu. Tapi mula tojuknya oleh kapi. Maka Imam Luqman Hakim tadi dijelaskan tidak mengatakan kepadanya isma' kalamal hukama, la unzur ila wajhil ulama, la jalisil ulama, duduk dengan ulama. Dengan duduk kamu akan mendapatkan keduanya. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mendapatkan ilmu. Engkau norok tapi dengeding dari bungkoh, tak bisa. Harus jalis, harus duduk. Ini sangat enteng duduk nih kan. Sahabat pernah tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man nujalis? Ya Rasulullah, siapa orang yang akan kami jadikan sebagai teman duduk? Pertama, man tudzakkirukum billahi ru'yatuhum. Jika kamu memandang wajahnya engkau ingat kepada Allah, duduk dengannya. Wa yazidu fi ilmihim mantikuhum. Dan ucapannya menambahkan ilmumu, semakin menambahkan ilmu, duduk dengannya. Wa yuraghibukum fil akhirati amaluhum. Dan kamu semakin semangat untuk beribadah untuk akhirat, maka duduk dengannya. Mondri tak usah, ada syaratnya sampai mau nyari orang kebolong toju. Ken ajeling debunah Habib Umar gila, engak ke Gusti Allah, debunah nambah ilmu, amalah bisa semangat untuk ibadah. Tadi siapa mangsing yang tadi kalau saya tidak semangat ibadah? Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi, kalau saya ini sudah tidak semangat ibadah, saya lihat guru saya Al-Fakir Muhibbullah, kula mau males putus asa, beda putusan sekian.
ajeling ke guru benih apa petang perjuangan dewa ngeces mulai males sengkah lah mulai putus asa mulai aja tak dingi-dingaki aja ada oleh nah ajeling bedingaki sareng guru nih kak ada nilai ya kena ajeling rengak ke Gusti Allah debuna ilmu amalah bersemangat ibadah ngeces guru nih kaki ada bu guru kula nih kaki ada bu aku lek dibanding no ambil wong tuaku duduk apa-apa nih aku lek sengkon delok wong tuaku terus nikah jadi semangat aku lek sambian nikah tergantung dari kanjeng dan kadang antara majelis berangkat sore kanca saya tak ngening demah selawat ngambudin atau tojuk kalau kecil toratoan gede burung ya ngaraju tojuk ya sampean bisa jandoman bisa ngopi ngopi jom-joman tojuk yang dina ya tak sampai 1 jam setengah aku lesek sebutun saya Masya Allah ya nikah nasihat dari Habib Umar gelak nikah ini ngakiongku jak tojuk bi orang kecuali nambahin ilmu kemudian engak ke Gusti Allah semangat ibadah dah ke Gusti mau nendak wis tahu sabi-tabi tojuk bi orang apa boleh tojuk ngerasane orang riba orang marsineka catnya cat orang wis pelen cuma 2 imma ben senyengke dari engkau atau engkau senyengke dari kakek wis titik lebih baik sampean toju ilmu bungkoh ini ngaji anan maca Quran TV lebih selamat dari sampean toju bi orang tapi tak nambah takok ke Gusti Allah asan to toju kecuali toju majelis majelis kadang-kadang ki lupa ke pangeran kok toju dina ya ki lupa ke Gusti Allah lupa ke Kanjeng Nabi majelis kadang-kadang tada di dalam hati Rasulullah SAW ya ibadah jarang baca lagu Laila Siratin ada hubung Nabi Kanjeng Nabi sekali apa hubungnya Laila bi Rasulullah sombong untuk hiburan tayyib mon pacet mari maulid baru lah nyanyi kaki masalah aludru ke sekarang maulid caca campur murni dekat Gusti Kanjeng malah Habib balik neng Sulu nih kah kula engak kalau ban salah situ ngahabaib kalau mau baca maulid qasidah jangan bahasa Indonesia selama maulid maksudnya usahakan bahasa qasidah yang ada di maulid kalau bisa kalau enggak jangan bukan mengentengkan bahasa Indonesia jangan selain keluar dari tema nih kamun bisa kemarin maulid terserah bona bebas karena nikah menghormat dah ke Gusti Kanjeng fokus dah ke Gusti Kanjeng jadi jalisil ulama wazahimhum birukbatik fa innallaha tuhyil quluba binuril hikmah kama tuhyil arda biwabilis sama wahai anak-anakku duduklah dengan ulama dengarkan ilmu-ilmunya dan dekatlah dengan kedua lututmu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan hikmah dengan ilmu sebagaimana bumi-bumi yang gersang mati menjadi hidup dengan turunnya air hujan maka ini bisa odi tetumbuhan yang atas bumi ya Rob matur muka nasihat-nasihat dari Habib Umar bisa maudi da ateh kaul panjenengan si kebujar majelis nikah cek sakapin orang ke polong toju pilah dan pilih mon pacet bisa maengak ke Gusti Allah atoju mon bisa menambah ilmu toju mon bisa nambah semangat ibadah toju mon ninja tahu satu ju bi orang saya belurik soalnya pada belurik ke malah tak belurik pele cekapin orang ke toju paham ini terakhir sampean toju nih kak tergantung dari kanca saya ke toju dari kapolong toju nge mulai dari pengajian deh maaf kalau non sebu nyari yang saya tak bisa omong tak tahu omong game ya iya bolong biji ban nggak bolong bireng tengel nih woi doma dosa jadi saya tinggal itu saya masih tinggal di sana karena pada paham teman gini polong biar nggak pesuan orang tidak pesuan polong biar orang seneng maulid orang biar orang pecandu narkoba penzina pemabuk ya billah lambat laun jalis janas sahib jalis janas sahib duduk dengan siapa kamu akan sama dengan teman duduk jalis janas kamu akan sejenis sahib bertemanlah sahab kau akan tertarik dengan teman kamu
Pemain ria jadi pemain ungu sampean jala bola. Mun pemain sepak bola tak apa-apa. Mun pemain iya kado, pemain togel, iya. Tobat jak terus lagi. Ya. Matur muga sekonek dadi ilmu semanfaat, matur muga esto-esto ate kul panjenengan Pak Odi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافره على باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحميل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودوننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيد بدأيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.